إزاي حاجة بالحجم ده يتحول لمخلوق مطيع من غير ما يقاوم؟ السر مش في القوة، السر في الخدعة. عندما يقوم الصيادون باصطياد فيل حي لترويضه، يستعملون حيلة للتمكن من الفيل الضخم صعب المراس، فيحفرون في طريق مسيره حفرة عميقة بحجم الفيل، وعندما يقع فيها ويغطونها ولا يستطيع الخروج، كما أنهم لا يجرؤون على إخراجه لكي لا يبطش بهم، يلجؤون إلى الحيلة التالية. ينقسم الصيادون إلى قسمين، قسم بلباس أحمر وآخر بلون أزرق، وذلك لكي يميز الفيل بين اللونين. فيأتي الصيادون الحمر ويضربون الفيل بالعصي ويعذبونه وهو غاضب لا يستطيع الحراك، ثم يأتي الصيادون الزرق فيطردون الحمر ويربتون ويمسحون على الفيل ويطعمونه ويسقونه، ولكن لا يخرجونه ويذهبون، وتتكرر العملية، وفي كل مرة يزيد الصياد الشرير الأحمر من مدة الضرب والعذاب، ويأتي الصياد الشريك الأزرق الطيب ليطرد الشرير ويطعم الفيل ويمضي، حتى يشعر الفيل بمودة كبيرة مع الصياد الشريك الطيب، وينتظر في كل يوم ليخلصه من الصياد الشرير. وفي يوم من الأيام يقوم الصياد الشريك الطيب بمساعدة الفيل الضخم ويخرجه من الحفرة، والفيل بكامل الخضوع والإذعان والود مع هذا الصياد الشريك الأزرق الطيب، فيمضي معه، ولا يخطر في بال الفيل أن هذا الطيب بما أنه يستطيع إخراجه فلماذا تركه كل هذا الوقت يتعرض لذلك التعذيب، ولماذا لم ينقذه من أول يوم ويخرجه، ولماذا كان يكتفي بطرد الأشرار وحسب. وهكذا يتم ترويض حتى أضخم المخلوقات، مش بالقوة لكن بالخدعة. والأغرب إن الفيل ما خطرش في باله إن الطيب اللي أنقذه هو نفسه اللي سابه يتعذب من البداية. لو عجبتك القصة واستفدت منها ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان توصلك قصص تانية بنفس القوة والإفادة.